في ناس بتدخل مكان كل اللي بيبقى شاغلها الناس شايفاني ازاي. عايزه احكي لكم عن حاله كان بيقول حاسس ان كل العيون بص عليا. لما الخوف ده بدا يسيطر على كل حياته، لما لقى نفسه بدا يتجنب المناسبات، مش بيشارك حتى في النقاشات، احيانا بيعتذر عن فرص مهمه جدا علشان بس ما يحطش نفسه في موقف اجتماعي. هنا الشعور ده ما كانش مجرد توتر عادي، ده كان شلل داخلي. عايزه اوضح هنا ان الحاله دي حاله رهاب اجتماعي، ان ده مش خجل ولكنه خوف حقيقي ومبالغ فيه. خوف من ايه؟ من التقييم او من الاحراج قدام الناس. الشخص بيبقى مدرك جدا ان الخوف اكبر من الموقف اللي هو فيه، لكن مش قادر يتحكم فيه. قبل العلاج كان بيتجنب المواجهه، كان بيهرب من كل موقف حتى ولو بسيط. الثقه بنفسه هنا كانت بتقل يوم عن يوم. لما بدا رحله علاجه كنت شايفه ان لازم يتعرف على مصدر الخوف وعلى افكاره التلقائيه اللي بتيجي قبل الشعور، وعلى اعاده فكره تقييم حكم الناس. اتدرب على ابسط المواقف، على مجرد السلام، على ان هو يبقى موجود وبس. طبعا كان لازم يتدرب على تمرين التنفس وعلى ازاي يقدر يتعامل مع القلق. وزي كل حاله التحسن بيجي خطوه خطوه. وفي مره جه قال لي انا بدات اتعامل مع الناس زي ما انا بتعامل معاكي، وده كان اول مؤشر حقيقي للتغيير، ان هو بدا يفهم نفسه وبدا يتعافى. الرساله المهمه اللي انا عايزه اقولها ان الرهاب الاجتماعي مش ضعف الشخصيه، هو نمط قلق ممكن يتعالج بطريقه طبيعيه وسهله جدا. والخطوه الاولى دايما بتبدا بمواجهه بسيطه، والمواجهه البسيطه دي ممكن تكون مجرد سلام.